هذا ديال الاسبوع الماضي. هنا عليها سؤال مستعجل. قل ما تفسير الآية الكريمة الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآية. قل على أني حضرت وليمة عند بعض الأصدقاء وقدمت فرقة من فرق الصوفية عدة أناشيد وقراءة القرآن وتقديم الحضرة بواسطة الطبل في هذه الطريقة من ذكر. ما حكم الشرع في هذه الطريقة من ذكر؟ هؤلاء يذكرون الله، يقومون بهذه الطريقة وعلى أساس أنهم يذكرون الله تعالى كما ذكرت الآية، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويأخذون الطبل وكذا وكذا. هذه الطريقة لا علاقة لها بالذكر الذي تحدث عنه الآية. هؤلاء الذين يأخذون الطبل هم أناس يعيشون حالة من النشاط فقط، بحال لأن الطبل دائما هو الطبل هو دائما له ذبذبة، وهو دائما يحرك الجسم وله وقع معين يخاطب الجسد ويحدث في الإنسان هذه النشوة وهذا الرغبة. فهذه ليس هو المقصود هؤلاء. ربما إذا قلت لهم يقول الإنسان إنني لا يخرج عن وعيه حينما يفعل هذا، لا يعرف ما يفعل، معناه يغيب عن وعيه. إذن فهو لا يتفكر. الله تعالى ذكر بأنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض. حين يقول الإنسان بأنه غاب إذا ما بقيتش تفكر. والله تعالى ذكر أن الذين يذكرون الله يتفكرون في خلق السماوات والأرض، هؤلاء لا يتفكرون. هذه أشياء طرأت فيما بعد وليست هي ذكر الله تعالى. أنا قلت لكم شحال من مرات لابد أن نرجع إليه في القرآن. ما يمكنش شي واحد غادي يصادر أو يسبق القرآن يقول أنا نعطيكم المعنى. إن ذكر الله تعالى هو استحضار عظمة دينه، هو ترديد، هو قراءة القرآن، لأن الذكر الأساس هو القرآن. ثم حينما يقول الله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هل ستجد ذكر مثل هذا؟ ستجد في المسجد الطبل وكذا؟ ما غنجبرش الطبل في الجامع. ستجد خطبة، ستجد وعيا، ستجد تعريفا بالإسلام. وبالتالي فلا بد من وضع الأشياء في نصابها. إذا كان الناس يختارون لأنفسهم ما يشاءون فهذا مسألة أخرى، ولكن هذا الذي يفعله كثير من الناس أي من هذه الصورة. هذه صورة جاءتنا من مسارات التاريخ فقط، ولكن يمكنك أن الآن لما تجلس الآن في درس فأنت تذكر الله تعالى، لأنك في كل الأشياء تستحضر عظمة الله، تستحضر عظمة الإسلام، تريد أن تعمق الإيمان في نفسك. وهذا هو الذي يجب أن تتجه إليه الأمة، وهي تريد أن تؤسس علاقتها الصحيحة مع المستقبلية مع الإسلام. وإلى ما أكثر الناس الذين يتحدثون الآن في بعض المنتديات شئنا وبعض المهرجانات، يقوم الناس مجموعة من المسلمين، مجموعة من اليهود، مجموعة من المجوس، كل يذكر الله كذا، ثم يمشي يقول الآن نحن لنا موسيقى مقدسة. أصل موسيقى هذا كله كذب على الله. ليس عندنا موسيقى مقدسة. المقدس هو القرآن الكريم. موسيقى بدلوا بعد اسمها موسيقى روحية. الذي يقوي الروح هو كتاب الله، وهو ذكر الله بالمسنون. أما هذه الأشياء بعض الكلام قد يصح وبعضه ولا يصح، لا يمكن أن يكون هذا كله عوضا عن القرآن. لماذا نترك القرآن؟ هل عجز القرآن؟ هل جربنا القرآن فعجز القرآن عن تنشيط حياتنا الروحية؟ طبعا لا. لابد أن نرتبط بالقرآن، لابد أن نرتبط بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا فيه العصمة، هذا فيه العصمة للأمة. شخص يقول بأن شخصا يدخن، أعتقد شي واحد يدخن، يتعاطى التدخين ويبيع الدخان ويقيم الصلاة ويؤذن. إذا كملوا الناس اللي ما كذا خلوا هذا، إذا كملوا الناس اللي ما يبخنوش زيدوا هذا يصلي بكم. هذا المفروض أن يقال له أنت ترتكب إثما، لا يجوز له. الأصل
لا يجوز أن يقدم، لأن إذا قدمناه فقد غررناه. أنك أنت رجل مزيان مليح، خصنا نقولوا صلي في التالي لهيه، إلا بقات لك شي بلاصة فين تصلي. ألا توب إلى الله تعالى، لأن جميع الناس إذا قال الناس الآن، إذا قال بأن 3.5 مليون من البشر الآن يموتون بسبب التدخين، هل نبقاو نتناقشوا واش التدخين حلال ولا حرام؟ إذا قالت البشرية الآن اللي ماشي مسلمين، تعرفون ماذا يقول بعض، وذكرت لكم هذا مرة سابقة، بعض الناس يقول إن التدخين أصبح في بعض المرات نوع من الحظوة الاجتماعية، برستيج، يدخل الإنسان بنوع كذا ونوع من البطولة كما يفعل الممثلون، وبعض بمناسبة وغير مناسبة. بعض الناس حتى حينما يولد الناس يستجوبوهم يخرجوا واحد السيجارة ويدير على أساسنا راقي. المجتمع الآن قالوا كل المحاولات التي فعلناها كلها لم تنجح. كتبوا على العلب بأن التدخين ممنوع وأنه مضر، والناس ما انتبهوش. ماذا أصبح الناس يفعلون؟ أصبحوا يأخذون المدخنين ويلجئونهم إلى أضيق مكان، يقول بأن التدخين لا يجوز في الأماكن، في المقهى. هل هناك شيء أقل من المقهى؟ المقهى مكان لكل له، ومع ذلك لا يقبل المدخن داخل المقهى، يقول له خرج برا. وفي بعض الدول في آسيا في الشارع لا يمكنه، لأن الشارع أيضا مكان عمومي. إذن فين غادي يمشي هذا الإنسان باش يبقى له المرحاض؟ كأنهم يدفعون به إلى أن يشعر بأنه يجب أن يكون في المرحاض فعلا. وفي بعض المطارات هناك أماكن يحشر الناس فيها حشرا بحيث يشعر بأن المجتمع أصبح يسجنوا بلا ما يشعر. أي بطريقة المجتمعات لأنها أصبحت تؤدي أثمنة باهظة. هذا خطأ كبير وقع فيه المجتمع، وحنا نجيبوه زيد قيم لنا الصلاة السي فلان، فوق يتوب هذا السيد عمره ما يتوب. يقول هذا ما عندي بحالكم. يمكن بعض المؤمنين راهم قاعدين في التالي هو يقيم الصلاة، ما تقيم لنا ما نقيموا لك الصلاة، حتى يكملوا الناس. انت قعد له وتوب الى الله سبحانه وتعالى. ولكن لابد ان الناس، احنا ماشي نقول بان لكم نخاصموا الناس، ولكن لابد